هذا البرنامج برعاية أعزائي المشاهدين الكرام من الفقرة القانونية. نحن الآن بضيافة الأستاذة قدير حاكم الفايز التي لها بصمة واضحة في الشارع الأردني ولها خبرة عملية طويلة في هذا الموضوع، وكما عودتكم دائما بأن نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا البلد. الله يعطيك العافية ستي. أهلا فيك، حياك الله. بداية يعني بدنا نعرف السادة المشاهدين الكرام، أنت معروفة بنت مين، والله يرحمه حاكم الفايز وما شاء الله عليه خلف رجال، فتحكي لنا عن مراحل حياتك أثناء وجود والدك. أثناء وجود والدي بالاعتقال؟ الله يرحمه. بالاعتقال ولا مراحل حياتي بداياتها؟ نعم. أبوي اعتقل الله يرحمه بال71 1971 بالضبط ب 13/7/1971. كنت أنا أيامها طفلة طبعا، وفي المراحل مش داخلة حتى المدرسة. يعني هذيك طبعا بال71 لما كان عمري حوالي 5 سنوات ما كنت واعية شو هو الاعتقال ولا بعرف شو هو السجن، إلا إنه ربينا بعدين مع مرور الزمن 22 سنة ونص على السجون وعلى الاعتقال وعلى الأبواب المغلقة وكيف تفتح الأبواب بعناء كبير. طبعا طلع ب 13/1/1993. لما اعتقل كان عمري 5 سنوات، لما طلع كان عمر بنتي 3 سنوات. نعم. مشوار طويل من الجهد والكد والعناء. لننتقل إلى مشوار جدا، يعني مش بس معاناة، هي معاناة وفخر. أكيد. أنا كل فخر إنه أنا أبوي الله يرحمه كان بالاعتقال، لأنه هو صاحب مبدأ حر ورفض إنه يتنازل عن هذا المبدأ، فبالتالي يعني دفع ثمن غالي، وهذا الثمن اللي دفعه احنا كمان دفعنا معاه، لكن السمعة اللي تركها هي أكبر تركة ترك لنا إياها. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. بتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح، بالذات يعني لما تكون عايش حياة أب معتقل. يعني هذا الموضوع مو سهل عند الإنسان. يعني دائما بيقولوا الله يرحمه، لكن في عرف عنا إنه مثل عنا اليتيم يتيم أب. ليش؟ لأنه شو ما صار معك بالآخر تلجأ. ستي الآن يعني مشوار. أنا ما كنت يتيمة الأب، أنا أبوي كنت أشوفه كل شهر مرة، وكانت هذه الزيارة الساعة بالشهر كانت تكفيني، تعطيني دعم وقوة وطاقة إيجابية الشهر الكامل. نعم، يكفي إنه هذه الساعة اللي كنا نقعد فيها كلنا آذان صاغية إله، لحديثه، لأفكاره، لا حتى إيش كان يعطينا من يساعدنا، يقدم لنا أفكاره، يقدم لنا خبراته إلنا يوصفها أنا وأنا كنت أعتبرها. أقول لك حتى في بعض الكتابات الله يرحمه كان يزرق لنا رسائل، يهرب لنا إياها، كنت أسميها أنا دستور حياتي. دستور حياتي. نعم. هذا من خلال مؤلفة هذه رسائل أنا كنت أسميها. سيبتي أنا يعني حاب أدخل في هذا الموضوع بالذات. يعني
عشق الوالد لا يوصف. نعم. أكبر أثر تركه فيك وما زلت مستمرة عليه. أكبر أثر ترك أبوي فيه، يعني أبوي وجوده بحياته هو كله أثر. أكيد. يعني لكن غرسك على شغل معين، على هدف معين، على فكر معين، على انطباع معين عند الناس. أبوي كان كريم، كان حر، كان عنيد في رأيه، ما كان يرفض إنه يغير رأيه. فهذه الأفكار الأساسية اللي كانت في حياته غرسها فيه، إنه أنا أرفض أي شيء خطأ وأحكي فيه بصوت عالي، وكنت أحكي فيه وما زلت أحكي فيه. وهذا السبب أنت نجحت في المحاماة. أصلاً هو السبب دخولي المحاماة. يعني أنت الآن قدرت تدافع عن نفسك وبعدين بلشت. هو السبب إنه خلاني أدرس محاماة، وجوده في الاعتقال. كنت أنا أقول بدي أدرس قانون بغايات إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين، كان هذا سبب في البداية. فعلا شاركت وأنا في التدريب بعدني، كنت أصغر مشاركة في مؤتمر اتحاد المحامين العرب، كان 89. صحيح. وطالبت في الدفاع في إخلاء سبيل عن والدي، يعني بس كان والدي. بعد ما طلع والدي برضه شاركت في اتحاد المحامين العرب اللي كان في دار الوضع كازابلانكا في المغرب، وياما كان مخلى سبيله، وكنت أطالب بالإخلاء عن سبيل المعتقلين زملاء الثانيين. كان على مشاركة برضه، كنت أبعث لهيومن رايتس ووتش، أبعث للأمنستي، أكتب أسماء، مش مسألة أبوي، لا طلع أبوي صار همي إنه بالي معتقل. ستي يعني لو نتعرف على السبب الحقيقي منك كغدير بنت لحاكم فايز، تحكي لنا السبب الرئيسي لاعتقاله. سبب اعتقال أبوي أبوي كان عضو القيادة القومية بحزب البعث العربي الاشتراكي. من عام 23 شباط 66 ل تاريخ اعتقاله 13/7 اعتقل من 71 13/7. كان ينتمي للفكر البعث. كان عضو القيادة القومية بحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، انتخب كان هنا. ولما صارت الحركة هي تصحيحية، بس نسميها تخريبية، ما بسميها تصحيحية، أنا بسميها تخريبية. القيادة الجديدة اللي اجت، هو كان ايام حافظ الأسد كان وزير دفاع، انقلب على رفاقه السابقين كلهم، من ضمنهم كان والدي. طبعا أبوي كان هو مع صلاح جديد، نور الدين العتاسي، يوسف زعيم، ورفاقه الآخرين كلياتهم أعضاء القيادة القومية والقطرية، وتم اعتقالهم وأحدوا للآخر من قبل صاحب الانقلاب هو حافظ الأسد. وعانيت المعاناة الكبيرة اللي يعني كانت، لكن وجود روح والدك الآن ونحن بنتحدث عنه كأنها طلبة الرحمة، الله يرحمه. ننتقل الآن. وهي قطعة من قلبي، أحكي لك قلبي كله. ما شاء الله عليك. سبحان الله بهذا اللقاء. أنا مش عارف شو أحكي، لأنه فقدان الوالد شيء عظيم ما بشعر فيه غير الجرة. مارست المحاماة. نعم. بأي سنة مارست؟ 92. بداية 92 شهر 7 لا بعرف 92. نعم حلفت قبل ما يطلع أبوي بكمل شهر. نعم. كمهنة. نعم حلفت طبعا أنا دربت بال 89، يعني طبعا 2-3 لأسباب اجتماعية تأخرت. ب 92 حلفت اليمين، وصرت مجازة من ضمن محامين مزاولين. جميل. ب 92 احنا الآن 2015 يعني بالربع الثاني من نعم. قبل 2015. كثير من القضايا ما زالت عالقة، منها طول فترة إطالة أمد المحاكمات. بالضبط. نعم. هذا واحد. 2 موضوع التبليغات.
3 عدم وجود كوادر كافية في وزارة العدل. نعم. 4 ممكن انه الواحد يفوت على قصر العدل مشان ياخذ ورقة ممكن يقعد يوم او يومين. نعم. احنا بنعرف انه هذا تقصير. بال 2015 الان شو بتحكي لنا؟ غدير الفايز. احكي لك شغله، انا هلا من خلال في كم اخر 2-3 صار في عندي خبره في المحاكم المملكه كلها، مش محاكم عمان المحافظه. يعني في مادبه، في معالم محاكم شمال عمان، جنوب عمان، شرق عمان، وعندك قصر العدل. قصر العدل حكايه تختلف حكايته عن باقي المحاكم. صحيح. يعني المفروض انه يكون كل شيء فيه سهل. انا هلا عندي محاميه في المكتب، يوم ما يكون في عندي قصر عادي بخليها هي تروح ملح سيء هيك، مش سيء عفوا الكلمه، المبنى نفسه لا مش المبنى، على اللي بتدخل فيه بتلاقي فيه معوقات كل شيء فيها. بتكون انت مقدم الطلب نفرض قبل اسبوعين وبعده بده كمان اسبوعين حتى ياخذ الاجراء الصحيح ويبدا ياخذ اول اجراء الاولي. شو اسبابه؟ يعني اسبابه قضايا كم هائل من القضايا في قصر العدل، مليان كل القضايا. ما بعرف ليش قصر العدل في مركز في هذه القضايا. يعني في عندنا نفس كوادر القضاء. القضاء بيشكوا. لا انا في نعم، في انا زملاء اللي من القضاء بعرفهم يعني بيشكوا انه يعني بيقول لك احنا نتمنى انه يساعدونا بعض القضاء يجوا يعينوا. ليش؟ ما في قضاء نقص موظفين كوادر في جهاز اداري كامل. جميع الاقسام. جهاز اداري كامل قصر العدل. نعم. يعني احنا بحاجه بالذات احنا الان العالم اتطور، بيروقراطيه فيه صعبه. بالضبط، العالم الان تطورت لموضوع الكمبيوتر انك تخلص معاملاتك كلها، لكن احنا عم بنزيد البيروقراطيه. نعم بيروقراطيه، كل شيء محوصل بالذات قصر العدل، وانا بحكيها يعني انا مسؤوله. وانا شفت ستي، انا شفت المحوقات. يعني انا بروح كنت وحكيت يعني لرؤساء المحاكم عم بيجددوا في بعض المحاكم، قلت لهم روحوا شوفوا. بصراحه يعني انا بعتبر محكمه مادبه محكمه مميزه بصراحه، لان فيها نظام رائع. ما فيش فيه تاخير، ما في مماطله. الموظفين بتلاقيهم بياخذوا الاكشن بصراحه سريع. يعني انا هلا كنت في المادبه خلال ساعتين كنت مخلصه مجموعه كبيره من القضايا، بينما في عمان القضيه بدها تقعد اقل شيء 2-3 حتى تجيب انجاز، ياخذ اول خطوه الانجاز. ستي لو بدي اسالك سؤال، يعني بالفتره الاخيره ظهرت عندنا مشاكل بالجرائم بالذات القتل وتشويه الجثه احيانا، لكن هل انت مع قرار الاعدام هلا؟ بكل صراحه. شوف، القاتل يقتل، هذا القصاص، ولكم في القصاص حياة. نعم، هذا الشرع. القاتل يقتل، بالتالي أنا مع الإعدام في حال كان حسب القانون في نص بيقول إنه لازم يكون في سبق إصرار، ولازم يكون في تعدد، وفي قانون محدد نصوص المواد لغاية الإعدام. لكن إذا كان إيذاء وصار قتل وراء الإيذاء، يعني عفوا يعني مش فيش قصد من وراء هذا القتل، لا يطبق لأنه نوايا. أنا برجع ترجع عني، لكن اللي بقتل الإنسان ويشوه بجثته هذا يعدم مباشرة. لأنه احنا بنعرف حالات القتل بالسيارات الدعس ما بتوقع انها يعني ما بيكون فيها القصد يعني الجرمي. السائق لو بيده ما دعس بس شيء يكون بني ادم يعني. بس انه الجرائم التي يمثل فيها بالجثث بالفتره الاخيره ظهرت عنا بشكل كبير، لكن طبق عنا قرار الاعدام الحمد لله انه وقفت. لا، انا مع التنفيذ. مع التنفيذ. نعم. التنفيذ مع التنفيذ. يا ريت انهم يعدمون في ميدان عام، في ساحه المسجد الحسيني زي ما كانوا يعملوا زمان. انا بقاتل بخليهم يربوا الناس لانه في حاجه. محامينا العزيز، كلمه اخيره حابه توجهها للساده المشاهدين من خلالك. هي الكاميرا معك والمايك معك، تفضل. بدي احكي لهم. ما شاء الله عليك. يا سيدي، كلمة أخيرة، هو الحق واحد لازم ياخذه،
والعدل هو الأساس. فبالتالي إحنا المحامين وجدنا كمحامين لغايات إحقاق الحق في التعاون مع الجهاز القضائي التاني. أنا بحب إنه أي شخص عادي يلجأ، مش داعي، لا تعتبر داعي، لكن المحامي أصبح شيء ضروري في حياتنا الحالية، كثير مهم لغاية أي استشارة لأي موضوع كان، لأنه في كثير قضايا بتمر علينا، بيجينا الموكل بيكون واصل مرحلة كبيرة، لكن احنا بنكون صعب كثير انه نساعده، ولكن بالضبط بده يجينا بيعتبرنا انه انا ببير واقع وانشليني. طب انا بدي انشلك، انت ليش ما ساعدت نفسك في البدايات؟ وكيف في محامين في البداية، تعال استشيرهم قبل ما توصل هاي المرحلة الكبيرة. يعني بيعتبروا زي المرض او الالتهاب. ارجع لاي موضوع، ارجع بدك، يعني في محامين موجودين استشيرهم. صحيح. وكثير شغله هاي مهمه، لانه لانه في احيانا تخسر القضيه، والله مش سببها المحامي، سببها لانك انت كمان كمواطن ما ساعدت نفسك في القانون. وزي ما بنحكي دائما، اصاب من استشار، ما خاب من استشار، واصاب من استشار. نعم. اعزائي المشاهدين الكرام، كنا واياكم مع الفقره القانونيه بضيافه المحاميه الاستاذه غدير حاكم الفايز. الله يعطيك العافيه، جهودك جبار ومشكور. يا هلا فيك، حياك الله، يا اهلا وسهلا، يا هلا.